أولا حكيم، جرى هذا الانسحاب المغربي بعد اتصال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالعاهل المغربي، وهذا ما أكده لفرانس 24 الناطق باسم الأمم المتحدة، الذي قال أن الأمين العام أجرى العديد من الاتصالات ومنها مع العاهل المغربي بالفعل ومع ممثلي جبهة البوليساريو وأطراف أخرى من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة. هذه المعلومات الأولية، وبطبيعة الحال رحبت الأمم المتحدة بإعلان المغرب بدء سحب هذه القوات من منطقة الجرجرات، ولكن على ما يبدو أن الأمين العام اجتمع مع أحمد بوخاري ممثل البوليساريو هنا في الأمم المتحدة، وبوخاري قال لنا أيضا أنه نقل رسالة من إبراهيم غالي الأمين العام للبوليساريو، و تتضمن وجهة نظر البوليساريو حول هذه الأزمة، لكن يبدو على الأرجح أن هذا العمل لا الدبلوماسي غير كاف لفكفكة وحل هذه المشكلة التي نشأت في منطقة الجرجرات. أسأل، ما إذا كانت لديك معلومات علي، هل تم طلب نفس الشيء من جبهة أو من قوات جبهة البوليساريو بمعنى الانسحاب من هذه المنطقة، منطقة الجرجرات، كما فعل المغرب؟ نعم، بطبيعة الحال هذا ما قاله لنا الناطق باسم الأمم المتحدة، بأن الأمين العام يتوقع بالفعل أن تقوم البوليساريو بخطوة إيجابية مماثلة، ولكن وجهة نظر البوليساريو كما نقلها لنا أحمد البخاري ممثل البوليساريو طبعا هي أن مشكلة الجرجرات هي نقطة في هذا المربع الكبير الذي يتعلق بالعودة إلى العملية السياسية وعودة المفاوضات من أجل تطبيق القرار الأخير لمجلس الأمن، ومنها طبعا عودة العمل الكامل لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المينورسو. حاولت بطبيعة الحال أيضا أن أتصل بسفير المغرب هنا لدى الأمم المتحدة، لكنه لم يكن متوافرا للاطلاع على آخر مواقف الرباط من هذه الأزمة. وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مراسلنا علي برة.